قبل ما نتكلم في البيت شيت خلونا الاول نتكلم بشكل مختصر كده عن الثري اكت ستراكشر او تقسيمه الثلاث فصول. ده حته من بره الكتاب بس هي مهمه عشان نفهم البيت شيت بشكل اعمق. يعني كل فصل او اكت هو عباره عن جزء من القصه، ولو اعتبرنا ان الفصل وحده قياس للقصه فنقدر نقول ان فصل من القصه زي طن من الوزن، يعني هو اكبر وحده قياس. والاصغر من الفصل او الاكت هو السيكونس، والسيكونس نقدر نقول ان هو زي الكيلو في الوزن. وزي ما ال1000 كيلو بيكونوا طن فمجموعه من السيكونسز بتكون الاكت. طيب ولو قلنا ان ال1000 جرام بيكونوا كيلو يبقى ايه المقابل لده في القصه؟ المشهد. اما بقى البيت فهو ملي جرام من القصه، وده معناه ان مجموعة من البيتس بتكون المشهد. وزي ما كمية الوزن هي العامل اللي بيفرق واحدة عن التانية في الوزن، فمدى التغير في حالة الشخصية وتفكيرها هو اللي بيفرق بيت عن مشهد عن سيكونس عن اكت. طبعا كل واحدة من دول مدتها بتفرق عن التانية، والجزء ده مشروح بشكل مفصل اكتر في الجزء الاول من الفصل الثاني من كتاب ستوري. نرجع بقى للموضوع. لسبب ما اغلب البيتس في البيت شيت هي عبارة عن سيكونس، ده غير ان في بعض البيتس هي عبارة عن مشهد واحد بس. الغرض الرئيسي من البيت شيت هو اننا نحدد الشكل الخارجي للقصة، واننا نعمل قصة متماسكة، وده بيحصل من خلال التحكم في ايقاع القصة عن طريق البيتس اللي هو نفس مفهوم البيت في الموسيقى. طيب في ناس هتشوف ده حاجة مقيدة للفن، وانه فين حرية الكتابة ونكتب ازاي بإبداع، وانا معاه. بس الفكرة ان احنا نبقى فاهمين القواعد دي بحيث ان احنا لما نلعب بقاعدة معينة او حتى ما نمشيش عليها خالص نبقى فاهمين احنا بنعمل ايه وبنعمل كده ليه. حاجة صغيرة كمان عايز اوضحها، الصفحة من السيناريو على الورق بتساوي دقيقة من الفيلم على الشاشة. وفي البيت شيت احنا هنتكلم عن سيناريو عدد صفحاته 110 صفحة اللي هو فيلم ساعتين إلا 10. بس بغض النظر عن عدد الصفح او مدة الفيلم، الفكرة هنا في النسبة اللي كل بيت بياخدها من السيناريو كله. فحتى لو عدد الصفح اقل او اكتر من ال 110 صفحة، النسبة بتاعت كل بيت بتفضل ثابتة. عندنا 15 بيت، كل بيت منهم الاحداث بتدور فيه بشكل مختلف، واولهم هو السيت اب. زي ما قلنا البيت شيت فيها بيتس عبارة عن سيكونس وبيتس عبارة عن مشهد واحد. اول سيكونس معانا في البيت شيت هو السيت اب، في مشهدين جوه السيكونس ده يعتبروا بيتس لوحدهم، وهما الاوبننج ايمج والثيم ستيتد. هنتكلم عن كل واحد منهم بالتفصيل قدام، بس خلينا دلوقتي في السيت اب. في السيت اب بنعرف الشخصيه عايزه ايه ومحتاجه ايه، واللي بيبانوا من خلال تصرفات الشخصيه، مش من خلال فويس اوفر، مش من خلال تكست ولا اي حاجه من الكلام ده. دي حاجات لو الكاتب عملها تبقى وصمه عار، الا في حالات قليله كده يعني كانت معموله حلو. As far back as I can remember, I always wanted to be a copy of a copy of a copy. في أول القصة دايما بنبرز نقط الضعف اللي عند البطل واللي هيبقى محتاج يعالجها طول القصة. وزي ما بنقدم بطل القصة بنقدم الشخصيات الرئيسية اللي حوالين البطل، أو حتى بندي تلميح عن شخصياته. فنقدر نقول إن إحنا بنشوف عالم البطل قبل ما يحصل فيه أي حدث يعمل له خلل، بنشوف العالم المألوف اللي البطل متعود عليه. الاوبننج ايمج هو اول مشهد في الفيلم، ويعتبر بيت لوحده جوه السيت اب، وهو اللي بيحدد الانطباع العام بتاع الفيلم. فلو عندك قصه الطابع الغالب عليها هو الغموض، افتتاحيه القصه هتبقى مشهد بيدي انطباع الغموض ده، وكمان بيظهر لنا البطل وتفكيره قبل ما يعدي باي احداث ويحصل اي تغير في شخصيته. وده السبب ان في اغلب الوقت المشهد الافتتاحي بيبقى دايما عكس المشهد النهائي. يعني لو الشخصية في اول الفيلم تفكيرها ان الجريمة تفيد، هيبقى تفكيرها في اخر الفيلم ان الجريمة لا تفيد. فعشان كده دايما المشهدين دول بيبينوا التغير اللي حصل في الشخصية. ثيم ستيتد، الثيم هو الحاجة اللي القصة بتتكلم عنها، التيمة. يعني لما نقول فكرة الجريمة لا تفيد فالفكرة دي هي الثيم. لازم اطلع لساني في التيه عشان ابان مثقف. وفي البيت شيت البيت ده بيبقى في اول 5 دقايق من القصة، فهو يعتبر برضو بيت جوه بيت السيت اب. والفكره دي بتوضح لنا في الاغلب من خلال كذا مشهد على مدار الفيلم، او حد بيقولها للبطل، بس اكيد بيقولها في وسط الكلام مش بيجي يقولها له كده في وشه. والبطل في الوقت ده بيبقى مش مدرك للفكره دي او مش مستوعب، بس الفكره بقى ان هو بيفهمها من احداث القصه واحده واحده. بعد ما الشخصيه بتتحط في موقف بيدعم الفكره، وبعدين يتحط في موقف ضد الفكره، ومن خلال الاحداث البطل بينتصر لفكره على الثانيه، والفكره اللي بتنتصر دي هي دي الثيم بتاع القصه. كاتاليست، احنا قلنا ان السيت اب
من صفحة 1 ل10، ممكن ياخد كمان صفحة ولا صفحتين زيادة مش مشكلة، بس مشهد الكاتاليست ما ينفعش يبقى بعد الصفحة رقم 12. الفكرة هنا بقى ان احنا ما نقعدش نشرح في عالم البطل كتير فالجمهور يحس بملل، فعشان نتجنب ده بنحدد لنفسنا مساحة معينة من السكريبت اللي هي من صفحة رقم 1 ل10 أو 11 كمان، نحط فيها كل المعلومات اللي عايزين نوصلها للجمهور بشكل مكثف وفي أصغر مساحة ممكن. وكمان لأن ده أول مشهد بيحصل فيه حدث كبير للبطل، فده أول مشهد بيحط الجمهور في حالة الترقب، يبقى عايز يعرف إيه اللي هيحصل بعد كده. والكاتاليست في البيت شيت هو الانسايتنج انسيدنت، بس هي مجرد مسميات. لو هندي مثال على ده ممكن نقول سيت اب: دكتور ذو مكانة مرموقة بيدرس كيمياء في الجامعة وفاتح بيت وعنده ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة. كاتاليست: بيجيله خبر انه عنده سرطان وهيموت قريب. ده كاتاليست بيعمل اضطراب في عالم البطل، بيخليه لازم ياخد قرار مصير. حياة البطل مش هتفضل زي ما هي بعد الخبر ده، ودي اهم سمات الكاتاليست اللي متعوب عليه. دي بيه: بعد ما الكاتاليست عمل اضطراب في عالم البطل بقى لازم ياخد قرار، فبيحصل الديبيت. البطل بيحاول يعرف ايه القرار المفروض ياخده، ففي البيت ده بتظهر تساؤلات كتير عن مستقبل البطل، بيحاول يعرف من الناس، يعدي بمواقف بتساعده ياخد القرار، وفي الاخر بيوصل للقرار ده. وتكملة على الحلقة اللي قلناها من شوية، الدكتور هيقعد يتساءل هيعمل ايه، عيلته هتعيش ازاي بعد ما يموت، ابنه هيكمل علاجه ازاي، هياكله منين، هيشربه منين. بس وفي الحلقة دي بيقرر ان هو هيشتغل في المخدرات. كل البيتس اللي فاتت كانت في الفصل الاول من القصة. البيت ده بقى هو مشهد الانتقال من الفصل الاول للفصل التاني. خلاص البطل عرف هيعمل ايه، وخلاص بينقل من العالم اللي كان فيه للعالم التاني اللي اختار ان هو يدخله. ومش لازم النقلة دي تكون من مكان لمكان، ممكن النقلة دي تكون معنوية. فبدل ما البطل كان في عالم بقيم معينة، نقل لعالم بقيم مختلف من غير ما يحصل تغير في المكان. وفي ملحوظة مهمة هنا: بطل القصة لازم هو اللي يختار يخش العالم التاني ده، مش ان الاحداث تجبره ان هو يخش، لا، لازم يقرر بنفسه. وده اللي بيخليه بطل القصة عامة. لازم يبقى شخصية فعالة، يسموه الاكتيف بروتاجونست. بي ستوري: القصة الرئيسية هي الاي ستوري، القصة الفرعية هي البي ستوري، بتاخد تركيز اقل من الاي ستوري. بعد ما البطل بينقل للعالم الجديد بيجي دور البي ستوري عشان تهدي الجو شوية. نفس فكرة ان لو اتنين مثلا عمالين يتناقشوا والنقاش ده عمال يسخن وشوية وهيقوموا يضربوا بعض، فيجي حد تالت يقوم جاي رامي نكتة كده. والقصة الفرعية غالبا بتدعم نفس الثيم بتاع القصة الاساسية، وغالبا بيتقدم فيها شخصيات جديدة تفكيرها عكس الناس اللي ظهرت في اول القصة، وبيأثروا بشكل كبير على تفكير البطل، وبيكون ليهم دور مهم في تغير شخصيته. Fun and Games: هنا بقى التسلية بتوصل لأعلى مستويات. لو في فيلم كوميدي، هنا أحسن لقطات كوميدية في الفيلم، ونفس الموضوع لو دراما أو رعب أو أكشن. وعشان كده دي الفترة اللي بيطلع منها غالبا صورة البوستر بتاع الفيلم وأغلب لقطات التريلر، وبيبقى الطابع العام لأحداث البيت ده أخف شوية من باقي القصة. وهنا برضو البطل بيكتشف العالم الجديد بتعمق أكبر، وبيحاول يجرب كل حاجة جواه. ميد بوينت: خلاص خلصنا لعب، جه وقت الجد. هنا بقى البطل يا اما بيبقى فاكر انه معاه كل حاجه بيتمناها واللي هي حاله ايجابيه او الفولس فيكتوري، او بيبقى فاكر انه راح منه كل حاجه واللي هي حاله سلبيه او الفولس ديفيت. وبيت الميد بوينت ليه بيت تاني عكسه وهو all is lost. فلو الميد بوينت البطل افتكر ان هو خلاص معاه كل حاجة، او بمعنى صح انه في حالة ايجابية او فولس فيكتوري، هيخسر كل حاجة في all is lost واللي هي هتبقى حالة سلبية او ديفيت، والعكس طبعا. Bad Guys Close In: دي بقى اصعب حتة للبطل. كل القوى المعادية للبطل سواء داخلية او خارجية بتتجمع عليه، والبطل لازم يواجه، مفيش اي طريقة للهروب. All is Lost زي ما قلنا هو المشهد اللي بيبقى عكس الميد بوينت. بالاضافة لكده البطل هنا بيبدأ يفهم الثيم بتاع القصة، وتغير شخصيته بيبدأ يظهر بشكل واضح. غير كده في حاجة تانية بتميز البيت ده، وهي نفحة الموت. لو في معلم للبطل في القصة او حد بيرشده بيموت. طيب لو مفيش مرشد في القصة، ايه يعني؟ موت اي حاجة. لو البطل عنده سمكة موتها، لازم تموت اي حاجة. لا. الفكرة من نفحة الموت هنا هي انك تعلن نهاية عالم وبداية عالم جديد، او نهاية نسخة قديمة من شخصية البطل وبداية نسخة جديدة.
هنا بنركز على البطل احساسه ايه او موقفه ايه من اللي بيحصل ده. بالاضافة لكده البطل بيفكر هيعمل ايه عشان يكسب او ينقذ الموقف اللي هو موجود فيه دلوقتي. وممكن نقول ان البيت ده شبه الديبيت شوية. البيت ده هو النقلة من الفصل الثاني لآخر فصل في القصة أو الفصل الثالث. أخيرا البطل بيلاقي الحل بمساعدة الشخصيات اللي قابلها في القصة الرئيسية، بمساعدة الشخصيات اللي قابلها في القصة الفرعية، بالأحداث اللي مر بيها والتغير اللي حصل في شخصيته. أخيرا بيوصل للحل وبينقل دلوقتي للعالم رقم 3 فينالي. جه وقت تنفيذ الحل. البطل بيواجه كل القوى المعادية ليه وبيخلص كل الصراعات اللي ما بين من الأضعف للأقوى. بنقفل كل القصة الرئيسية والقصة الفرعية اللي هي البي ستوري، السي ودي ستوريز كمان لو فيه. ولازم الكاتب يجاوب على كل الأسئلة اللي طرحها في القصة. هو ده في حالة لو هنعمل قصة بنهاية مقفولة، وفي حالة البيت شيت النهاية غالبا بتبقى مقفولة، والقفلة بتاعت القصة هي اللي هتحدد الفكرة اللي عايزين نوصلها من القصة كلها. عشان هنا احنا هننتصر لأنهي فكرة على التانية. اخر مشهد في الفيلم، واللي زي ما قلنا بيكون عكس المشهد الافتتاحي. مشهد بيبين لنا البطل والعالم اللي هو فيه بعد تنفيذ الحل، وكمان بيبين لنا التغير اللي حصل، سواء التغيير ده للأحسن او للأسوأ. دلوقتي هنعمل تطبيق عملي على فيلم دكتور سترينج لاف. طيب حد هيسألني اشمعنى الفيلم ده؟ اقول له عشان الفيلم ده حلو. طبعا الاحسن ان اللي بيشوف الجزء ده دلوقتي يبقى شاف الفيلم، والاحسن واحسن كمان بقى انه يعمل البيت شيت تاني من وجهة نظره ويناقشني فيها في الكومنتات، ويعمل لايك وسبسكرايب وشير ويعمل فولو على انستجرام وفيسبوك. اوبننج ايمج. الفيلم بيبدأ بفويس اوفر بنعرف منه ان الاتحاد السوفيتي بيعمل سلاح مدمر اسمه دومز داي ماشين، مع مشاهد لطيارات امريكية متجهة لحتة معينة. فبنشوف العالم قبل ما يحصل فيه اي حاجة. دخلة مهمة بتجهزنا لفيلم حربي فيه صراع ما بين امريكا والاتحاد السوفيتي، كاتاليست. بعد الافتتاحية بنخش على طول بالكاتاليست، لان في الفيلم ده احنا مش محتاجين نعرف اكتر عن شخصيات القصة، فما فيش مانع اننا نبدأ بيه، وده احسن اختيار في الحالة دي عامة. والكاتاليست هو ان جنرال ريبر بيدي تعليمات بتنفيذ الخطة وبيطلب من ماندريك يوصلها، وبيطلب منه انه يطفي كل الراديوهات اللي في القاعدة. الكاتاليست هنا هو قرار تنفيذ الخطة سيت اب. بنتعرف على طقم طيارة من الطيارات اللي هتنفذ المهمة واللي هنتابع تحركاتهم طول القصة. بنعرف من فويس اوفر انهم معاهم قنابل نووية في الطيارة، وبنعرف كمان انهم قطعوا الاتصال بأي حد غير بكود معين عشان ما يجيلهمش اوامر مزيفة. والكود ده بقى مش موجود غير مع ريبر اللي قطع الاتصال مع القاعدة بتاعته وفهم جنوده انهم يضربوا اي حد يقرب من القاعدة. نقدر نستنتج ان البيت ده بيقول لنا الغاء المهمة بقى شبه مستحيل، وريبر هيكون السبب في حرب عالمية ثالثة. ثيم ستيتد. نقدر نستنتج الثيم من مشاهد كتير جوه القصة، زي مثلا تصرفات ريبر طول الفيلم، وانه اصدر قرار تنفيذ الخطة بشكل مفاجئ لمجرد انه عنده سلطة اصدار، وخصوصا كمان لما بنفهم بعد كده انه اصدر القرار ده لمجرد تكهناته الشخصية بان الروس عاملين مؤامرة لتلويث دم الامريكان، واننا بعد شوية في القصة بنفهم انه بنى تكهناته دي على اسباب مش منطقية. I first became aware of it, Mandrake, during the physical act of love. فالأحداث بتوصل لنا الثيم بتاع الفيلم، وهو إن العالم مصيره الهلاك لما السلطة تبقى في إيد الناس الغلط. الديبيت بيظهر لنا بالتزامن مع السيت اب كل لما حد بيوصل له قرار تنفيذ الخطة سواء ماندريك او قائد الطيارة. ماندريك كان عايز يتأكد من القرار فشغل الراديو الخاص بيه لانه طفى باقي الراديوهات اللي في القاعدة، ولقى المحطات مش بتذيع اي خبر عن القرار ده، فبيعرف انه مش المفروض ان الخطة تتنفذ. غير انه بعد كده بيحاول يوقف المهمة بالقوة، بس ريبر بيمنعه وبيحبسه معاه. وقائد الطيارة اللي هو اسمه كينج كونج ما بيصدقش الخبر لما بيوصله من طاقم الطيارة، وبيقول لهم يتأكدوا من ان الكود اللي اتبعت لهم ده كود تنفيذ الخطة. ففي فترة الديبيت هنا الشخصيات بتتساءل هل فعلا لازم ينفذوا الخطة، وبيجي القرار في الاخر ان هم هينفذوها. بريك انتو 2. بننقل للور روم في البنتاجون، والرئيس الامريكي بيحاول يفهم ايه اللي حصل بين تيرجستن او باك. فاحنا هنا نقلنا من عالم فيه الاوضاع مستقرة وتحت السيطرة للامور خرجت عن السيطرة، وازاي نلحق الكارثة اللي هتحصل دي.
بي ستوري. نقدر نقول ان البي ستوري هي ان ماندريك بيحاول يجيب كود استدعاء الطيارات، وفي حالة فيلم دكتور سترينج لاف القصة الفرعية اللي هي البي ستوري بدأت من اول الفيلم. وسبب ان الكاتب عمل كده هو ان القصة الرئيسية كلها مبنية على القصة الفرعية، وكمان الاتنين مربوطين ببعض بشكل كبير، حتى الكاتاليست بتاع القصة الرئيسية حصل جوه القصة الفرعية في أول الفيلم، وبعدين القصتين كملوا مع بعض بشكل متوازي طول الفيلم مع التركيز على القصة الرئيسية، بالإضافة لأن الكاتب اختار أجزاء معينة من كل قصة بحيث الفيلم كله على بعضه يبقى ماشي بالنمط المعتاد بس في نفس الوقت بشكل مميز. أهو ده بقى مثال قوي جدا للعب بالقوانين بشكل ذكي. فان جيمز. طقم الطيارة بيجهز عشان ينفذ العملية، السفير الروسي بيخش الوور روم عشان يوصل القادة برئيس الاتحاد السوفيتي اللي هو ديمتري، جنود قاعدة ريبر بيهاجموا القوات اللي بتقرب منهم، ورئيس أمريكا بيقول لديمتري على اللي حصل. كل شخصية ماشية زي ما هي وبتحاول تنفذ خطتها. الجزء ده بتظهر فيه الكوميديا بشكل أقوى. واحد من اقوى المشاهد الكوميدية في الفيلم بالنسبة لي اللي هو مشهد رئيس امريكا وهو بيكلم ديمتري موجود في الجزء ده. One of our base commanders, he had a sort of, well, he went a little funny in the head. You know, just a little funny. ميد بوينت. سفير روسيا بيدينا معلومة خطيرة، وهي ان الدومز داي ماشير بتنفجر لوحدها لو حد حاول يوقفها، وانها لو انفجرت اشعاعاتها هتدمر الحياة على الارض لمدة 93 سنة. فحالة الشخصيات كلها دلوقتي اتغيرت للنيجاتيف، او بمعنى اصح للفولس ديفيت. باد جايز كلوز ان. دكتور سترينج لاف بيأكد لنا ان الاتحاد السوفيتي ممكن فعلا يكون عمل الدومز داي ماشين. زيادة على ده ريبر الوحيد اللي معاه كود استدعاء الطيارات بيموت نفسه بعد ما جنود قاعدته بيستسلموا. وعلى ناحية تانية من القصة، طقم الطيارة اللي احنا متابعينه طيارتهم بتتضرب بصاروخ بس مش بتتدمر، أجهزة الاستقبال بتاعتهم بس بتتعطل وبتفضل مكملة طيران. فمن الواضح ان كل قوى الشر اتجمعت في كل ناحية من القصة. All is lost. ماندريك بيدور في ورق ريبر بعد ما مات كمحاولة لانه يوصل للكود، وبيوصل له فعلا في الاخر، بس بيلاقي الضابط اللي اقتحم القاعدة بعد استسلام الجنود بيقبض عليه اعتقادا منه ان ماندريك هو اللي قتل ريبر. ومن كتاب ستوري بنعرف ان حالة ماندريك هنا هي الايروني، وحالة الايروني هي عبارة عن ان الشخصية بيحصل لها حاجة بوزيتيف ونيجاتيف في نفس الوقت. جاب الكود بوزيتيف عشان يتقبض عليه نيجاتيف، ونفعة الموت هنا ظهرت في موت ريبر عشان نفهم منها ان العالم اللي مفيش فيه امل للوصول للكود اتغير لعالم ممكن فيه الوصول للكود. Dark Knight of the Soul. هنا لحظة التفكير في الحل. البنزين اللي مع طقم الطيارة بيقل بسبب الصاروخ اللي ضربه، فبالتالي بيقرروا انهم يروحوا لأهداف يقدروا يوصلوا لها بالبنزين اللي باقي معاهم. وماندريك بيحاول يفهم الضابط اللي ماسكه انه لازم يكلم الرئيس يقول له الكود، وبعد ما ماندريك بيقنعه بيقرر الضابط انه يسيب ماندريك يعمل المكالمة. طقم الطيارة هيفجر الاماكن اللي يقدروا يوصلوا لها، وماندريك هيوصل الكود للرئيس. Break into 3. الكود بيوصل اخيرا للرئيس وبيستدعوا الطيارات. القادة بيلاقوا الحل واخيرا مهمتهم هتخلص. فينالي. الطيارة اللي احنا متابعينها لسه مكملة طريقها لان محدش عارف يبعت لهم الكود، والصاروخ اللي ضرب عليهم ما دمرش الطيارة، ونتيجة لده القادة في الوور روم بيدوروا على طريقة عشان يعيشوا بيها لما القنبلة تنفجر. الحل ما كانش كفاية، و99% الماشين هتنفجر. فاينل ايمج. كنتيجة للتعامل الساذج وسوء الإدارة واستغلال السلطة بتنفجر الدومز داي ماشين في نهاية حتمية للقرارات اللي اتخذت طول الفيلم. كده نبقى خلصنا البيت شيت وطبقناها على واحد من افضل الافلام في تاريخ السينما، وده كان اخر فيديو من سلسلة سيف ذا كات. باقي الفصول بقى في الكتاب هي شوية تيبس كده للي هيبدأ بقى في كتابة السكريبت بتاعه، ممكن اللي حابب يبقى يقراه مع نفسه، والافضل هو قراية الكتاب كله عامة مش الاكتفاء بس بالملخص يعني. بس هنرجع بقى للنشاط القديم بتاعنا في القناة، واللي هو اني اعمل اي فكرة تيجي في دماغي يعني واحب ان انا اعمل عنها فيديو، الا بقى لو جات لي فكره سلسله جديده بقى اركز عليها زي السلسله دي وبس. اشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. We'll meet again. Don't know where, don't know where.